انا النهارده بعمل عامله في المطبخ، يا هتطلع حاجه تحفه يا هندم ندم عمري. بكرهه في مطبخي، ملوش اي لازمه الحته دي، لا مني عارفه استخدمها ولا هي باينه قوي صراحه انها دايما بتلم كراكيب ملهاش لازمه. النهارده اخدت قرار، يا رب يطلع صح. ستورج ورايح مني بسبب ان انا حاطه حاجات كتير هنا ملهاش مكان في المطبخ، سرافيس والحاجات بتاعه العزومات والطواجن. فتعالوا كده نجرب حاجه نشوف هتنفع ولا لا. من امنياتي في 2026 ان انا اجدد المطبخ بتاعي، بس لحد ما ده يحصل تعالوا نشوف انا هعمل. طلبت البوكسات دي عشان اشيل فيها الحاجات اللي في المطبخ اللي انا مش بستخدمها، والمكان ده فكرت فيه في فكره حسيت انها تبقى عمليه اكتر بكتير من اللي انا عاملاه ده. الحاجات دي متخزنه هنا ومش بستخدمها خالص، في حاجات احتفظت بيها وفي حاجات قررت ان انا اديها لحد تاني ممكن يستفيد بيها بدل الركنه. انا بعترف ان انا مدمنه علب ومنظمات زي ولان الظرف دي بعيده لما فتحتها اتصدمت واخدت قرار اني هتخلص من كل البرطمانات الا بس دول. بجد دلوقتي جاي على اعصابي جامد جدا. الجار ده انا اوريكم التاريخ صلاحيته، محتفظه بيه من 2021، وكمان الصلاحيه بتاعتها 2021. تاريخ الانتاج بتاعها ممسوح، ما كنتش واخده بالي انها كوبايه كريسماس اديشن. محتفظه بيها مع اني عارفه ان عمري ما هستخدمها. كنت عامله كده في نفسي، وليه كل دي ضايعه في حاجات مش بستخدمها. الظرف بتاعت الاستورج ما كانتش عمليه خالص لحاجات المطبخ، ما كنتش بشوفها اصلا، وكان عندي حاجات كتير وناسيها. اوقات كتير بيكون عندنا اماكن بس احنا مستغلينها غلط، والمكان اللي طول عمري بكرهه وسايباه لقيت ان هو هايل ان انا احط فيه الطواجن وحاجات التقديم، واستغنيت عن كل البرطمانات اللي بقالي 5 سنين ما استخدمتش منهم حاجه. ان انا فضيت تقريبا 3 ارفف، ولسه كمان الحاجات دي كلها هتتشال. بدات بقى اجمع الحاجات اللي انا ما كنتش بلاقي ليها مكان في ودي حاجات شلتها وحطها في المخزن لاني مش محتاجه كتير في المطبخ. يمكن ده اسوأ فيديو صورته من ساعه ما بدا. الفكره جات لي في لحظه وقمت نفذت على طول. بصراحه كنت اتهديت فحطيت كده الحاجات اي كلام في الدولاب لحد بقى ما اروق واروقه بالراحه. لو عندكم ترشيحات لناس ممكن تجدد لي المطبخ مش بمليون جنيه اكتبوا لي في الكومنتس.